من المقامة في قطر، ولكن دايما السؤال رغم مشاركة المغرب في 18 بطولة ولكن حصلت على اللقب مرة واحدة عام 76. اختلف الحال أكيد مع المدير الفني الوطني وليد الركراكي اللي رهان الجامعة المغربية عليه. نجح في ان هو كمان يقنع عدد كبير جدا من الطيور المهاجرة انها تمثل البلد الاصلي وهو المنتخب المغربي. فبالتالي مع التطور اللي عنده وليد الركراكي شفنا قائمة للمنتخب المغربي جيدة قدرت تشرف كرة القدم الافريقية والعربية. كابتن طه، قائمة مليئة بالنجوم، يعني حراسة المرمى ياسين بونو أفضل ظهير أيمن أو واحد من أفضل الأظهرة اللي موجودين ناحية اليمين، أشرف حكيمي متواجد كمان مع الشيبي ظهير أيمن بيراميدز. يعني كل الخطوط حدث ولا حرج، يعني عدد كبير جدا طبعا من اللعيبة. رأي حضرتك أكيد في المنتخب المغربي؟ شوف، منتخب المغرب يعني غريب الأطوار، ومن زمان وعنده لعيبة محترفين في كل الخطوط. طبعا قربهم من اوروبا، وده في اسبانيا، في البرتغال، في فرنسا، كلهم لعيبه سهل جدا الوصول له، فهم كانوا يعني. لكن الشيء العجيب ان هم في بطوله افريقيا مره واحده بس سنه 76 برغم الزخم في لعيبه كبار. يعني نجد مثلا في اوقات من الاوقات هم وصلوا كاس العالم 6 مرات، منهم سنه 86 اما كسبوا، اتعادلوا مع انجلترا، اتعادلوا مع بولندا، وكسبوا البرتغال وتأهلوا للدور الثاني. كان خيري اللي جاب جول من الثلاثه اللي جابوهم، وتأهلوا للدور الثاني. 2002 برضو تأهلوا للدور الثاني. لكن على المستوى افريقيا ما لهمش تواجد، بدليل مثلا هدي لك امثله، ودي انا بعزوها لحاجه ثانيه. ربما ان الوصول لكاس العالم هوم اند اواي، وبعدين توصل لكاس العالم. افريقيا بتوصل ل 16 راحوا او ل 24 راحوا في بلد واحده، بقى كله محايد. بدليل احنا مثلا في النسخه الاخيره احنا فزنا عليهم، والنسخه بتاعت 2017 هدف كهرباء برضه بتاع كهرباء برضه فزنا عليهم. ويمكن سنه 98 هم فازوا علينا في المجموعه، لكن ما وصلوش بعد كده. فهم في بطوله افريقيا ما اعرفش هل اهتمام الاتحاد واللعيبه والدنيا كلها بالوصول لكاس العالم بيديهم اهتمام ان يهبطوا تصفيات كاس العالم ويوصلوا. ممكن تسليط الاضواء عالميا يمكن من الصحف والاخبار العالميه على بطوله افريقيا غير اكيد كاس العالم. ممكن انا بقول بعزو دي برضو لنقطه ثانيه. ربما يكون اما بيوصل لدور ال 16 او دور 24 في نهايه افريقيا، 24 فرقه بيلعبوا في ملاعب محايده، ما بيستفيدوش ابدا بالهوم جيم في ملعبهم زي تصفيات كاس العالم بره وجوه. بعدين بيوصل بعد كده في كاس العالم، يمكن في كاس العالم هم اللي عندهم طبعا لعيبه محترفين على درجه كبيره جدا. الحاجه الثانيه يبقى عندهم دافعيه كبيره لما يوصلوا كاس العالم في الاداء مع الوسط الكبير دوت، وشفنا في البطوله الاخيره. وحتى انا يعني قلت برضو في بطولات سابقه عدوا المرحله الاولى او دوري المجموعات، فهم يعني محيرين جدا. لكن اعتقد ان هم عليهم عبء كبير جدا دلوقتي بعد ما وصلوا في كاس العالم للمركز الرابع، ان هم يفوزوا في هذه البطوله. يعني العين مسلط على النو واي، ما فيش عذر، هم افضل فرقه وافضل محترفين وافضل مدرب وكل حاجه. فانا اعتقد ان ده هيبقى لود عليهم زياده عن اللزوم. لكن هم من المرشحين، لكن اول المرشحين مصر. لعنة البطل دايما بتواجه بعض المنتخبات اللي بتخرج من الدور الاول. افتكر في كاس العالم 2010 اسبانيا كانت يعني بطلة كاس العالم، في النسخه اللي بعدها خرجت من الدور الاول، وتكرر الحال الحقيقه في امور كتيره جدا. ولكن من كره القدم الافريقيه هفتكر كده الجزائر كانت بطلة 2019 خرجت من الدور الاول. دلوقتي المغرب داخله بمعنويات مرتفعه بعد حصولها على رابع بطوله كاس العالم. عمر، شايف ان المجموعه دي ممكن يحصل فيها اي مفاجآت بالنسبه للمنتخب المغربي، خصوصا المنتخبات الثانيه منتخبات يعني زي منتخب الكونغو على سبيل المثال، منتخب قوي عنده عناصر هجوميه جيده، المنتخب الزامبي شفناه، المنتخب التنزاني نفس الحال، مع وجود طبعا بند بصعود افضل توالد. شايف ان المجموعه دي مجموعه سهله للمنتخب المغربي ولا ممكن يحصل اي مفاجآت؟ بص، هو ما فيش مجموعه سهله ومجموعه صعبه. المنتخب المغربي بما انه هو المنتخب الافضل في المجموعه ويكاد يكون الافضل في البطوله مع عدد من المنتخبات، لكن هو الفريق الوحيد اللي في البيك او عنده جيل ذهبي في البطوله الحاليه، فهو المتحكم في مصير المجموعه، هو اللي يسهلها على نفسه يصعبها على نفسه. خليني اقول لك ان في النسخه الاخيره مثلا زي ما انت ذكرت وقلت كده، الجزائر خرجت من الدور الاول، غانا لم تحرز ولا فوز في بطوله نسخه الكاميرون في الدور الاول، فبالتالي البطوله ليها حسابات مختلفه. لكن في النهايه المنتخب المغربي اعتقد ان مصيره بايده، هو اللي يقدر يتخطى المجموعه، خاصه زي ما ذكرت وقلت ان هو في احسن توالد، فصعب قوي انه يخرج رابع. يعني انا اعتقد ان المنتخب المغربي مرشح ابرز للوصول لادوار متقدمه. في فعلا مش لعنه البطل، في دايما الفريق
الظروف هتختلف. المغرب هيخوض كاس الامم الافريقيه غير تماما ما كان بيخوض كاس العالم. هو بيخوض كاس العالم دائما في مصطلح الاندر دوج. حصلت مع المانيا بالمناسبه في كاس العالم برضه 2014 وخرجوا في 2018. وحصلت مع فرنسا خدت 2000 وخدت 98 خرجت من الدور الاول 2002. فدايما لكن المغرب تحديدا هي كانت بتخوض غمار كاس العالم وهي فريق دايما غير مصنف، فريق اندر دوج، دايما هيلعب تحت الكوره. ودايما الفرق البرتغال راح تلعب المغرب ده ماتش سهل، اسبانيا راح تلعب المغرب ده ماتش سهل. العكس هو اللي هيحصل تماما في كاس الامم الافريقيه. المغرب هي اللي هتخوض غمار البطوله وهي الفريق المرشح، هي الفريق الليدنج، هي الفريق الاقوى. لو انا عايز اتكلم في نقطه تكتيكيه بسيطه كده في المغرب، معانا الصور بتاعتها. المغرب واحد من افضل فرق العالم في الكومباكت جيم وتحديدا في الميديم بلوك. فرقه بالظبط دي انا عايز اقول لك يا غانم ان دي الصور دي منزلها الفيفا عن تحليل كاس العالم 2022، وشافوا ان افضل مثال لتطبيق الميديم بلوك هو المنتخب المغربي. ليه؟ لان المنتخب المغربي بص الفريق كومباكت في مساحه 10 لعيبه في مساحه صغيره جدا كلهم في منطقه وسط الملعب او منطقه التمركز المتوسط الكتله زي ما بيسموه يعني المصطلح بتاعه. فبالتالي مع احترامي يعني هذا ده صح، لانه برضه هو بيلعب زي ما بقول لك بيلعب مع فرق كبيره جدا. بالظبط النهارده هو العكس، هو عايز يصنع اللعب عشان كده هو العكس. يعني هتلاقي مثلا الكونغو عاملين له كده، عاملين له دي زامبيا هنا بقى هنا التحدي. بص اللي فاتت دي كانت امام فرنسا، دي امام كرواتيا. فبالتالي هو كان نموذج للفريق. بص هنا سفيان مرابط في وسط الملعب هو اللاعب اللي كان اكثر تالقا في المنتخب المغربي، لان مساحه الجري اللي هو بيجريها قليله جدا. لو شفنا الصوره اللي بعد كده قد تدلل كمان بالظبط. بص التمركز بتاعه قدام فرنسا دايما موجود، الفريق بيتحرك في مساحه لا تزيد عن 20 متر. شوف الصوره اللي بعدها هتلاقي بالظبط دي التوزيعه بتاعه الميديم بلوك بتاع المنتخب المغربي. خلينا نبص على الجزء اللي في النص يا غانم، بيتحرك في 22 متر فقط. الفريق المغربي الجزء اللي في النص ده اللي هو الميديم بلوك، تمركز المنتخب المغربي في كاس العالم. دي كانت مباراه البرتغال بالمناسبه، وده تدليلا على كلام الدكتور طه ان هو بيلعب هو اللي تحت الكوره، فبيلعب في مساحه 22 متر فقط. الصوره اللي بعدها دي بتبين لك ترتيبه ما بين فرق كاس العالم. هو كان الفريق الثاني في تضييق المساحات او في الكومباكتنس جيم بعد المنتخب السعودي امام المنتخب الارجنتيني. كان المنتخب المغربي لعب في 22 متر او 23 متر ونص تقريبا في التمركز بتاعه. اخر صوره معانا دي الصوره بقى اللي الدكتور بيتكلم فيها. هنا اللي هو بيتكلم فيها بيقول لك الاوت اوف بوزيشن استراتيجي. هنا في الاوت اوف بوزيشن بتاع المنتخب المغربي يعني والكوره مش معاه، هو اكتر فريق بيتمركز في الميديم بلوك. 39% من وقت المباراه متمركز في الميديم بلوك. هنا التحدي هنا عشان هو بيلعب البطوله وهو الاندر دوج، هو اللي واقف قافل الملعب. ف 39% من الوقت اوت اوف بوزيشن، الكره مش معاه، هو واقف في الحته دي. طب كيف سيتصرف وليد الركراكي وهو مطالب بصنع اللعب؟ هنا بقى النقطه الفاصله في مشوار المغرب في كاس الامم الافريقيه. هي دي القصه، ان انت المغرب بيخوض كاس العالم بوجه وبيخوض كاس الامم الافريقيه بوجه تاني ومختلف تماما. بس خليني اقول لك ان هو منتخب هيرهق كل الفرق الكبيره اللي هتواجهه. يعني المنتخب المغربي لما يواجه نيجيريا، لما يواجه السنغال، لما يواجه الكاميرون، لما يواجه كوت ديفوار، لما يواجه مصر، هيبقى منتخب من المنتخبات المرهقه، لانه هيعود لمثل هذه الطريقه ويقدر يلعب الكومباكت جيم او الميديم بلوك بتاعه اللي هو زي ما بقول لك كان مثال، لدرجه ان الموقع الفيفا التريننج سنتر هو كان واخد المنتخب المغربي بالحالات دي كمثال لمثاليه الميديم بلوك او التمركز في وسط الملعب. ما هو ده التحدي اللي هيبقى في افريقيا، لان هو ممكن ضد نيجيريا، ضد الكاميرون، بس يعمل ايه قدام تنزانيا مثلا؟ لكن لما يجي يلعب ضد الكونغو هتلاقي الكونغو عاملين له عمليات التقفيله دي، لان هم ولذلك هنا ازاي تتعامل. دي النقطه. اما بلعب مع كل فرق اوروبا اللي لعب معاها كلهم بيلعبوا فاتحين ويهاجموا ومدي لك مساحات كبيره جدا وانت قافل عليهم، ثم بتستخدم الكونتر اتاكس او الكرات الثابته واستخدام الناس اللي بتقدر تنط بشكل كويس. لكن هتلاقي في افريقيا مشاكل بالنسبه له في الفرق اللي هتنزل واقفه قدام الجول. هتلاقي الكونغو هتنزل مدافعه، هتلاقي زامبيا هتبقى مدافعه. طب بمناسبه الحديث عن الكونغو كده، يعني بعض المعلومات للساده المشاهدين على المنتخب الكونغولي اللي شارك في البطوله قبل كده 19 مره، كان البطل مرتين عامي 68 و74. ولكن الاهم والمعلومه اللي مش غريبه على الكل ان المدير الفني هو سيباستيان دي صبر، المدير الفني اللي عرفناه وشفناه مع عدد من الانديه المصريه، طبعا الاسماعيلي وبيراميدز، فمدير فني عارفين طريقته. المنتخب الكونغولي هيواجه المغرب يا دكتور طه في ثاني الجولات، اكيد كل منهما، يعني الكونغو لما تقابل زامبيا في الاول والمغرب لما تقابل تنزانيا، ممكن تبقى المباراه دي كمان فاصله في مين اول المجموعه. المنتخب الكونغولي كمان عنده اثنين من اللعيبه المهاجمين الجيدين، ويسا مهاجم برنتفورد، البعض طبعا من متابعي الفانتزي عارفينه، وايضا فيستون مايلي مهاجم بيراميدز. في راي حضرتك في قوه المنتخب الكونغولي وممكن ازاي يوقف خطوره المنتخب المغربي؟ شوف، عشان توقف خطوره المنتخب المغربي بالكم الهائل من اللعيبه المميزين اللي فيه،
والشكل الهجومي، لانه المغرب مش هتلعب بشكل دفاعي، هتلعب بشكل هجومي، فايضا هتبقى فيه مساحات ممكن بقى فريق ممكن صبري يقفل على بتاع ويستخدم الناس دي في الكونتر اتاكس ويقفل على كل النجوم دي. انما يتبقى ان اللي يحل المشكله بالنسبه للمغرب ان واحد يجيب جول الاول، وباي كيفيه ممكن اجيب جول من كره ثابته من كورنر، واخد بالك، وخاصه ان هو يعني عندك مثلا في الهجوم هتلاقي مثلا يوسف النصيري الكور العاليه طبعا مميز فيها، سواء في مجرى اللعب او في الكرات الثابته في الكورنرز. فممكن يحل المشكله ان هو لو سجل هدف بدري بشكل او باخر، سواء في كونتر اتاك او في كره ثابته، ممكن فريق الكونغو ده يفتح بعد كده بتقول لعبه عاديه خلاص اقدر استخدم المساحات كلها. وهو اللي هيقابله المشكله الاولانيه ان الفريق اللي قافل عليا ازاي انا هعمل ستريتش ليه، سواء اللعب على الاطراف عشان اعمل ستريتش، وزي ما بيقولوا في الكوره بعمل ستريتش للديفنس عشان يبقى في جابس، بعدين اعمل الكره البينيه اللي هي تعمل نوك اوت ووصل واحد للجول. الكرات الثابته والتسديدات من بره ال 18 كل دي مميزين فيها المغرب. هيحاولوا ان هم يسجلوا في البدايه، ودي مهم جدا، الجول الاولاني اللي هو يدي لك الادفانتج انك انت الفريق اللي قدامك هيبتدي يفتح لانه خسران، ويبتدي تستخدم المساحات كلها بشكل كويس. فانا شايف ان المحك الكبير بالنسبه لفريق المغرب الفرق الصغيره او الفرق اللي مش المصنفه بشكل كبير جدا، اللي ممكن انها تلعب بشكل دفاعي، وممكن اقربهم الكونغو اللي ممكن يلعب بالشكل ده قدامك، هتلاقي زامبيا ممكن تلعب بالشكل ده. عشان كده هو قدامه محك كبير، خلاف ما بيلعب ضد اسبانيا او البرتغال اللي فاتحين وبيديك مساحات توصل، وانت بتعمل الكومباكت ورا بالطريقه اللي احنا 20 متر 30 متر قافل فيهم، ثم يستخدم المساحات في الكونتر اتاكس. النهارده المغرب انا شايف انه قدامهم يعني تحدي كبير جدا، بعد ودي بتفسر ليه فرق كتيره بعد ما بتعمل انجاز كبير جدا تيجي البطوله اللي بعدها. اعتقد ان هم هيبقوا يعني اوير من العمليه ديت ويبقى حريصين فيها، لان عارفين ان هم دلوقتي على العين عليهم. فاعتقد ان هم ممكن ان هم يعني يدبروا امورهم بشكل كويس قوي، في ان هم يسعوا الى تسجيل هدف مبكر بالنسبه للفرق اللي قافله قدامهم، من خلال في حاجات كتيره، فرايتي كتيره، من كره ثابته، من كورنرز، من تسويبه خارج 18 يفتح اللعب.